مساء الخير. هي مصر هتفلس؟ الكلمة دي بقت بتتردد كتير جدا في السوشيال ميديا اليومين دول، والإجابة طبعا لا، مصر مش هتفلس وعمرها ما هتفلس. مفيش الكلام ده خالص. مبدئيا انت القروض الخارجية بتاعتك كلها ضمن الحدود الآمنة، يعني انت بتتكلم ان عندك قروض خارجية في حدود حوالي 34% من إجمالي الدخل القومي بتاعك، والحدود الخطرة بتتكلم في 50% وانت طالع. تاني حاجة، في تقرير صدر من بلومبرج الفترة اللي فاتت بيقول فيه ان في 44 دولة في العالم مهددين بعدم قدرتهم على سداد الديون بتاعتهم، و11 دولة ما كانش متوقع ان هم يواجهوا مشكلة، لكن هم فعلا في الحقيقة محتمل ان هم يواجهوا مشكلة في سداد الديون بتاعتهم، ومصر مش من ال 44 ولا من ال 11 دولة دول. ثالثا، انت معظم القروض الخارجية بتاعتك ودائع خليجية، ده غير انها كمان قروض طويلة الأمد. وزي ما احنا كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده وتناولنا فيه قصة ديون مصر الخارجية دي بالتفصيل، هسيب لكم اللينك بتاعه هنا ممكن تتفرجوا عليه. لكن طبعا التحدي الأكبر اللي بيواجه الحكومة المصرية الفترة دي توفير النقد الأجنبي، وده اللي الحكومة شغالة عليه بالتنسيق ما بين البنك المركزي وكل الوزارات المعنية. وطبعا في خطة واضحة المعالم سواء على الشورت تيرم أو اللونج تيرم عشان يعرفوا يوفروا الموارد الدولارية اللي مصر محتاجاها الفترة الجاية دي كلها. وأهم حاجة موجودة في الخطة دي إن احنا الفترة الجاية هنعتمد على الاستثمارات الخارجية المباشرة، كمان طرح الشركات الحكومية في البورصة، ده غير استثمارات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، اللي بيقدروا بحوالي 120 مليار دولار على ال5 سنين اللي جايه. وهسيب لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن ممكن تتفرجوا عليه، فيديو مهم جدا. وخلوا بالكم يا جماعه، احنا مش لوحدنا، مش مصر الدوله الوحيده اللي عندها مشاكل في الاقتصاد بتاعها. حرب روسيا واوكرانيا ومن قبلها الكورونا وتداعياتها مبهدله الاقتصاد العالمي كله، حتى اوروبا وحتى امريكا عندهم نفس المشاكل اللي موجوده عندنا. وموضوع ان انت تجيب استثمارات خارجيه موضوع صعب جدا، لان المستثمر وراس المال جبان. ايه اللي يخليه يجي يحط فلوسه عندك وانت في اي خطورة من اي نوع موجودة؟ طب هو ايه اصلا يطلعها بره امريكا؟ ما امريكا دلوقتي بتدي فايدة، والفايدة وصلت ل 4%، يبقى امريكا هي الملاذ الامن بالنسبة له. يستثمر في اذون الخزانة والسندات الامريكية، اضمن له واحسن له. عشان كده في مشكلة كبيرة جدا انك تجذب استثمارات خارجية لمصر في الفترة الحالية. وخلي بالك اوروبا نفسها بتواجه نفس المشكلة، يعني مش انت لوحدك. واحنا اكيد عارفين ان في دول في اوروبا اقتصادها اقوى من الاقتصاد المصري بمرات كتيرة جدا، زي المانيا وزي انجلترا وزي فرنسا وزي ايطاليا. الدول دي من الجي 20 ومن الجي 7 كمان، يعني من اكبر الاقتصادات اللي موجودة في العالم. لكن خلي بالك، انا مش جاي اسود الدنيا في وشك، لا. الفترة اللي جاية خصوصا في الربع الأولاني والربع الثاني من سنة 2023 متوقع تدفقات استثمارية كبيرة جدا على مصر، خصوصا من الدول العربية والدول الخليجية. يعني مثلا الإمارات عايزة تشتري حصة الشريك الأجنبي في فودافون مصر، وقطر كمان عايزة تدخل وعايزة تاخد جزء من الحصة المصرية في فودافون برضه. والمتوقع ان بعد كاس العالم هيجي لك استثمارات ضخمة جدا من قطر، لان هم مهتمين جدا بالسوق المصري والاستثمار في مصر. ومش بس الامارات وقطر، السعودية كمان. واحنا شفنا ان بداية الموضوع، واحنا شفنا ان السعودية استثمرت في كذا شركة في البورصة، زي شركة اسكندرية للحاويات وابو قير للأسمدة وشركات تانية، غير ان هي جددت الوديعة 5 مليار دولار اللي كان المفروض ميعاد استحقاقها في الفترة الحالية. وعلى فكرة الاستثمارات مش جاية من الدول العربية بس، لا، في دول أجنبية كمان مهتمة ان هي تستثمر في مصر الفترة الجاية. يعني في استثمارات من الصين زي شركة شاومي وشركة اوبو، الاتنين عايزين يفتحوا مصانع في مصر. وفي شركة يابانية هتصنع ضفاير الكهرباء بتاعت العربيات وتصدرها بره. وشركة بيجو بتاعت العربيات عايزة تيجي تفتح مصنع ضخم في مصر هنا، ده غير بي ام دبليو اللي اوريدي شغالة في مصنع هنا وهيبتدي انتاجه من اول 2023. وخلي بالك ان موضوع تخفيض العملة ده عامل لك عامل جذب كبير جدا للاستثمارات الخارجية، لان انت العملة بتاعتك بقت رخيصة جدا بالنسبة لهم، فحتى الإيد العاملة والإيجارات والتكاليف والحاجات دي كلها فهتساعدهم إن هم يقللوا تكلفة الإنتاج بتاعهم. وكمان نيسان عايزة تيجي تزود الإنتاج بتاعها
وشركة بيكو بتاعت الأجهزة الكهربائية برضو عايزة تيجي تفتح مصنع كبير في مصر. فإن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في تدفقات استثمارية كبيرة على مصر، وده هيساهم بشكل كبير جدا في حل الأزمة اللي احنا فيها دلوقتي. وفي الآخر أي حد يقولك إن مصر هتفلس، اعرف إن هو شخص مغرض وليه أغراض سيئة وعايز البلد دي تقع. مصر عمرها ما فلست ولا عمرها هتفلس، لكن للأسف احنا بنواجه حرب إشاعات ضخمة جدا، معروف مين اللي وراها وهو موجود فين. بيتكلموا عن كل تفاصيل الاقتصاد المصري وبيكبروا كل حاجة، وعايزين يفقدوا المصريين ويفقدوا كل الدول الأجنبية الثقة في مصر وفي اقتصادها. ربنا يحفظ مصر، واشوفكم على خير الفيديو جاي إن شاء الله. تحيا مصر.